تعرف حماهم؟ حماهم ايش على حماهم؟ حماهم قصته لو بدي احكي لك على قصته قصته طويل. ما قصته ما حصل له. مش احكي لك قصته ولا شيء. عادي بيوم. اوروبا. حق حمو يموت وبلا موت شيء. مباشر شاي. يا مباشر. موت شيء موت شيء. شاي. شاي حليب لحمة. حليب. اشياء كمان خدمات وفيها طلب دي احنا ابن حليب. حليب. ثاني حليب يا ري. احنا قلت لي على حماحن وشو كيف الصحف وشو تفاصيل شيء. حليب يا اولاد. لكن مدري كيف قصته. شوف حماحن هذا اسلم. هذا مثلا اليوم شوف حماحن. طبعا كان دكتور انت عارف. عارف لك المدام. ايوه كان دكتور. السلام عليكم. مثل ما قلنا عبد الله معنا اليوم محاضرة بعنوان جمالية الشعر العربي والتذوق الفني وفلسفة الجمال. الشعر ما هو الشعر؟ ليس قراءة الشعر. والشعر وأجمل ما في لغتنا العربية أنها لسان الضاد والحروف المكتوبة بمثابة الشفرة، والشفرة طبعا لا تتناسب إلا مع ما يطابقها. وتذوق الشعر أفضل من الشعر نفسه. والآن سألقي عليكم قصيدة عن الحب العذري. من يستطيع يعرف الحب العذري؟ هو الحب الذي لا يوجد فيه مصلحة. جيد، هو الحب الذي لا يكون فيه مصلحة ولا ينتهي مع مرور الوقت. ومثال على ذلك حب قيس وليلى وعبلة وعنتر وروميو وجولييت.
والآن سأقرأ لكم قصيدة عن الحب العلمي. سأقول رفقا بالأحبة فإنهم باتوا حيارى ما إذا الليل سرى. الحب يعلو في فؤادي مراتبا. فجأة حصل قذيفة صاروخية لبيته. لا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلموا العاشقين عن قصتي وليدرسوها في المدائن والقرى، وبأن في قلبي معاناة وقد أعيا الأطباء في علاجي لما جرى. وكان دائي أني بليت بغانية وحبها كالدم في جسمي سرى. فلا الحكيم ولا الطبيب قد استطاع لأن ما بي لا يحس. المرض هنا لأن ما بي لا يحس ولا يرى. كانت ورود الياسمين خدودها وعبيرها مسك وفيه العنبراء. وجمالها سبحان من يهب الحسان، حورية قمرا تجلى البراء. لمثلها يحق لي أن أفتخر وبمثلها يحق لي أن أفخر. هي شبه بستان بنيسان وقد أتى الربيع ليكون أجمل ما يرى. لا يستطيع العاشقين لحاقنا لأننا نهوى الصعاب كما ترى. فالحب كلمة قد يطول بها الحديث وكذا المشاعر لا تباع وتشترى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سلام؟ أهلا وسهلا. الدكتور حماد موجود؟ موجود بالقاعة عند محمد. متى؟ نص ساعة كده ويخرج. ساعة كثير. خير يجي قلقتني. بس قضية حصلت في منزله. تفضل. يا دكتور لو سمحت اعطينا قصيدة عن العلم والتحديث. طيب يا بنتي، قصيدة عن العلم بعنوان فتاة العلم مبدأها دروب العلم عنواني. هنا أمل هنا سحر لهن فخر أزمان. رنا بالقول تخبرنا بأن العلم ناداني ونهدى عانقت في سراد وردا أحمل القاني. وأروى مثلها أروى لهن فخر أزمان. قصيدة مختصرة تقول: لا ترحلوا يا من فؤادي أسيركم. لا ترحلوا أحبتي، ما لي أرى وجه الأحبة مودعين. ما لي أرى شيئا يقلق راحتي. ما ذنب هذه الصرح تبكي رحيلكم. ما ذنبها بالأخبروني أحبتي. أشتاقكم وزادت أشواقي لكم. أشتاق حتى وقفتي. لا ترحلوا عز علي دمعكم. ودعتكم والدمع يحرق مقلتي. ودعتكم نعم لقد ودعتكم يا وحشتي من بعدكم يا وحشتي. فإن كان مكتوبا علي فراقكم لا تحزنوا لأن هذه اسمتي. سلامتكم. لا ترحلوا يا من فؤادي أسيركم. لا ترحلوا أحبتي، ما لي أرى وجه الأحبة مودعين. ما لي أرى شيئا يقلق راحتي. ما ذنب هذه الصرح تبكي رحيلكم. ما ذنبها بالله اخبروني أحبتي. أشتاقكم وزادت أشواقي لكم. أشتاق حتى وقفتي. لا تحزنوا عز علي دمعكم.
والدمع في عقوبته، لأن هذه قسمة الدنيا. تصور يا أستاذة إن القذيفة راح تضحي في أبنائها. لا حول ولا قوة إلا بالله. توفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحل الثالث كيف نبلغه؟ وأنا شفت سعيد إنك تبغى. شوف أنا عن نفسي مقدرش. موقف صعب إني نوصل له موقف. بس نتكلم العميد والعميد بالوضع. شفت شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قلوب يا مقيبر يا قلوب يا مقيبر خلاص بتخرجوا بضمانة أنت والمقيبر والدوق والمحجر. الله يا رجال فقعت ما هنا. وقعت وقفي. أحسب تقول سعد مات. أنا لا مات يموت مو علو يموت قريب خرزان. شايف وش تعلن على قصة قوم خرجنا بضمانة قوم خرجنا بضمانة. كيف سعد اللي كيف سعد؟ وش من الجماعة؟ مدري. تقولون ضمانة؟ قوم الجماعة وش من احنا هنا. شكرا مع الصورة شهرين ثبات. ما فيش ثبات مو قراهم نثبتوا. ولا ما قدروا. لا شوف ما ما حدش رمى مننا احنا ما رميناش حاجة. يلا. يلا انطلقنا يا شباب. يلا رجال. افتح الباب يا اولي. افتح الباب. وانتهوا اثنين عيالو ميكروفون وكل واحد دمر البيت كله ما علقوش ولا حاجه. حديث صار في قضية لا قبل صاروا كل قضيه صار فيها والله ما ندري بسوى ايش اللي حصل. الدمر في البيت دمر كامل ولا حصلوا شيء. الكون انتهى كامل. وين كانوا؟ وكم مش موجود معاهم. وكم بلا اعتقد كان بالجامعه. اسمعنا يا أخي، النتيجة لما تسلم من عند الدكتور للكنترول لا يمكن حدا يتدخل. أيوة خلاص النتيجة اعتمدت. الحمد لله. الأستاذ عادل وصل عندنا بالخبر مش حلو يعني. بلغني الآن إن الدكتور حناحي وصل قضيفة لبيته وتوفى زوجته وعياله. يا الله كيف حصل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. القذيفة حصلت في المنزل. أما توفى أبنائه وأمه.
اليوم الدكتور حمام ما عندوش فكرة. لا ما يجي كل لغة لا شيء. كيف بنبلغه؟ حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلي سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. دكتور حماحم، أنا أعرفك إن أنت إنسان قوي وإنسان مؤمن.